السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. اليوم بدنا نزرع شجرة التوت من خلال التجذير الهوائي. بدنا نجي على الشجرة وبدنا ننقي غصن مستقيم يكون مناسب انه يكون شجرة، وبدنا نزيل اللحاء بهاي الطريقة، وبدنا نغسل المادة الصمغية بالماء، لانه هاي المادة الصمغية البيضاء مثل مادة الفلاش لو حطيناها على الصدى تزيل الصدى وتهري لحم اليد. بدنا نجيب تربة حمراء جيدة الصرف او تربة سوداء او تربة بيضاء ونعجنها بشوية مياه ونلصقها على لحاء الشجرة بهاي الطريقة ونكبسها بشكل جيد مشان نستخرج الهواء من الداخل. بعدين نجيب كيس ابيض شفاف، هذا الكيس يستخدمونه لتغليف الطعام، وبدنا نغلف الطينة بشكل محكم حتى ما يتسرب الهواء للداخل، لاني لو تسرب الهواء للداخل راح تنشف الطينة وبهاي الحالة ما راح تتشعب عندنا جذور. وبدنا نجيب لزاق شفاف او لزاق اسود وبدنا نغلف جناب الطينة بهاي الطريقة حتى ما يدخل الهواء من الاطراف. ومثل ما لكم شايفين الطريقة سهلة جدا. حاليا بعد مرور 45 يوم تقريبا صار بيعدنا جذور وقلمنا الغصن بهاي الطريقة. انت لو عملت هاي الطريقة بداية الصيف بعد مرور 45 يوم وصار عندك جذور بامكانك تغلم الغصن تزرعه. يعني امتى من انت عملت تجذير هوائي لاي شجرة وصار عندك جذور تقدر تقلم الغصن وتزرعه. مو مهم الوقت، سواء كان بداية الصيف او نهاية الصيف او بالشتاء او بالخريف او بالربيع. حاليا بدنا نزرع الغصن بالسطل او بامكاننا نزرعه بالارض المستدامة بشكل مباشر. بدنا نزيل الكيس البلاستيك قبل الزراعة حتى نطلق سراح الجذور وتمتد داخل السطل او بالارض المستدامة حسب ما احنا بدنا نزرع الشجرة. والتجذير الهوائي يختلف من شجرة لشجرة. يعني احنا لو عملنا تجذير هوائي لشجرة التين خلال 30 يوم فقط راح تتشعب عندنا جذور، ولو عملنا تجذير هوائي لشجرة الليمون تقريبا بدنا 75 يوم حتى تتشعب عندنا جذور. يعني راح تنبت الجذور حسب نوع الشجرة. هاي هي طريقة التجذير الهوائي لشجرة التوت بكل سهولة. مثل ما شفنا مع بعض اخوتي، طريقة زراعة شجرة التوت سهلة جدا. بهاي الطريقة احنا نكون ضربنا 4 عصافير بحجر واحد. اول شيء نكون زرعنا شجرة توت مميزة، واللي يميز هاي الشجرة انه تحمل قبل الشجرة التوت العادي بشهرين تقريبا. بداية الربيع اشجار التوت تبلش تبرعم وتبلش تحمل تمر، وهاي الشجرة تكون مستوية وعم ناكل منها، وحبتها تصير سوداء وكبيرة مثل حبة الفريز او الفراولة، وطعمتها تصير حلوة مع حموضة، يعني طعمتها تاخذ العقل. ثاني شيء بهاي الطريقة خلال 45 يوم فقط نكون زرعنا شجرة توت كبيرة وبدون ما ندفع ولا قرش. لو رحنا على المشاتل بدنا نزرع من هاي النوعية ما راح نلاقي، لانه قليل ما تلاقي من النوعيات الكويسة، واذا لقينا بالمشاتل راح نلاقي الشجرة صغيرة وثمنها غالي جدا. يعني اذا بدنا نشتريها بدنا نتعب عليها سنة وسنتين حتى تكبر وحتى تحمل ثمر. هاي الطريقة بامكاننا نعملها باي شهر كان باي فصل كان، ما بمشكلة. اخوتي بدي منكم طلب صغير جدا. انا حتى وصلت قناتي لل200 ألف مشترك تعبت كثير وما لقيت حدا يدعمني، لذلك قطعت وعد على نفسي بإني أساعد كل شخص عنده قناة على اليوتيوب هادفة ومو ملاقي حدا يدعمه. امبارح أنا وعم قلب بالصدفة شفت شخص سوري لاجئ في ألمانيا عنده إصابة بإيده، لذلك أنا حبيت أدعمه وحبيت أساعده، وبدي أترك رابط قناته بوصف الفيديو إذا كنتم عم تشاهدوني من خلال اليوتيوب. وإذا كنتم عم تشاهدوني من خلال صفحة الفيسبوك راح أترك رابط قناته على أول تعليق. أتمنى منكم تضغطون على الرابط، راح تكونون بقلب قناته. أتمنى منكم تشتركون بيها وتكتبون تعليق على أول فيديو احنا اشتركنا في قناتك من قبل أخوك أبو صالح. اسم قناته قصير الخير. خلينا نتساعد وخلينا نتعاون، والله سبحانه وتعالى يحب العباد المتعاونين المتساهلين. الله سبحانه وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خلينا نساعد هذا الشخص لعله يستفيد من قناته، ولعله احنا نكسب الأجر والثواب، وعند الله سبحانه وتعالى ما يضيع مثقال ذرة. وقبل ما ننهي الفيديو خلينا نذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا كان له به صدقة. كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.